راح امك احبسك من غير اي حاجه خالص. تبت وبطلت وحياتك يا باشا. امال تليفونك كان بيعمل ايه على تليفون الامريكاني؟ امريكاني مين سعادتك؟ ريتشارد يا بت. ريتشارد اعرفه، بس معرفة عادية يعني. وما تعرفيش يا روح امك ان اتقتل بعد ما كلمتيه بساعه؟ ده هو اللي كلمني يا باشا وكان عايزني اروح له، بس ما رحتلوش. ما انا قلت لسعادتك ان انا تبت. عندك شهود على الكلام ده؟ طبعا يا باشا، ناس كنت قاعدة معاهم. مين يا بت؟ فيصل ونواف. لا، طالما فيصل ونواف يبقى انت فعلا تبتي. قضية رقم 216 اتلاف وحريق عمد، المتهم فيها دسوقي عبد العال محمد. حاضر يا سعادة الريس. الدفاع يتفضل. فريد كرم موسى المحامي حاضر مع المتهم بشخصه. اتفضل يا استاذ. كان عندنا ورقه هنا بيقول. قولي لي يا نانسي، انت ايه اللي وداك عنده ليله الجريمه؟ مفيش، انا مهندس. نانسي ممكن تقلعي النضاره لو سمحتي؟ ها، قولي لي بقى ايه اللي وداك عنده ليله الجريمه؟ انا مهندسة ديكور، وكنت رايحة اخد منه اخر دفعة فلوس ليا عن شغل عملته له لفيلته الجديدة. رحت له الساعه كام بالظبط؟ حوالي 7:30 8. وقعدت عنده قد ايه؟ مش كتير، تقريبا ربع ساعة. اخدت فلوسي ووراني شوية اكسسوارز للفيلا الجديدة ومشيت على طول. طيب ما لفتش نظرك حاجه غريبه؟ لا. يعني وانت خارجه من الباب ما لمحتيش فسبة توصيل طلبات للمنازل واقفه قدام الباب؟ لا، ما خدتش بالي، مركزتش يعني. ما ركزتيش يعني. ماشي يا انسه. مش انسه برضو ولا انا مش واخد بالي؟ شكلك زعلان عليه قوي، واضح انه كان غالي عليكي. هو مين ده؟ ريتشارد. طبيعي انت لو تعرف انسان حتى لو لفترة قصيرة ومات هتزعل عليه، خصوصا لو كان اتقتل. ماشي ماشي يا نانسي. الفقر والغلب وقلة الحيلة هما اللي جابوني النهارده هنا. جابوني علشان أشهد زور على واحد مظلوم ويخش السجن ويبقى ذنبه في رقبتي. سامحني يا رب.